مرحبا بجميع أصدقائنا في قناتكم مملكة الحيوانات. اليوم سأقدم لكم أحد أروع عروضنا المميزة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوان. كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم الرائعة. لقد بحثنا جيدا ووجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدوها من قبل، إضافة إلى أجزاء أخرى قد نشرناها لكم سابقا. دعونا لا نطيل الكلام ونذهب مع بعض للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الرائعة. تعتبر النمور من الحيوانات القابلة للتكيف للغاية، إذ يمكنها اصطياد مجموعة كبيرة من الحيوانات في موائلها، مما يسمح لها بالبقاء على قيد الحياة في مجموعة متنوعة من الموائل التي تعيش بها. يفضل هذا النوع من القطط المفترسة العيش في مناطق يوجد بها مزيج من النباتات الكثيفة، مثل الغابات المطرة والأشجار والسهول المفتوحة، مثل حقول السافانا والأراضي العشبية. في الحقيقة تحتاج هذه القطط في هذه المناطق عادة إلى مياه كافية للشرب، إضافة إلى احتوائها على فرائس وفيرة مثل الظباء والخنازير البرية والغزلان. ولهذا تعتبر الخنازير البرية هي مصدر غذاء مهم جدا لهذه الحيوانات المفترسة، فعادة ما يصطادونها بشكل رئيسي عندما يقتربون من الأنهار لشرب الماء. ومع ذلك يوجد في هذه الأنهار نفسها مفترس كبير قد ينتهي به الأمر بملاحظة هجوم النمر على هذه الخنازير، وقد يحاول سرقة فريسته منه في مشاهد تحبس الأنفاس، تماما كما حدث في هذه المشاهد، حيث نشاهد النمر الذي كان يهاجم هذا الخنزير البري لا يرى تمساحا كان يقترب من خلفه. تظهر لنا هذه اللقطات الحصرية في عالم الحيوان اللحظة التي يتشبث فيها النمر بخنزير بري كبير على حافة نهر ويحاول افتراسها، وهذا ما جذب انتباه تمساح مفترس كان بالقرب من ضفة النهر. ركض هذا التمساح بسرعة وحاول أن يعض هذا النمر من الساق، ومع ذلك وبشكل لا يصدق تمكن النمر من القيام بالدوران بسرعة والإفلات من هذا الهجوم المفاجئ دون ترك الخنزير في فكيها. وبعد فترة وجيزة زحف هذا التمساح بعيدا عن هذا النمر الذي لم يستسلم لهذا الهجوم. هذه المرة كاد هذا النمر أن يصاب إصابة خطيرة لولا سرعته وتفطنه في اللحظة الأخيرة، وهنا قد أوضح لنا سبب كونه أحد أكثر الحيوانات المفترسة في العالم من خلال الهروب من التمساح ومهاجمته الخنزير في نفس الوقت. أخيرا أرجو يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا دوما وضع إعجابكم بالمقطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد.